أحبابي في الله، صلوا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصدقائي الكرام، عندنا تطور نوعي كبير بدأ منذ أقل من نصف ساعة من الآن، بيتم تداوله على وسائل إعلام محلية في كل من سوريا ولبنان عن رصد كتائب لدبابات من سوريا بالاقتراب من جبهات الأراضي الفلسطينية، يعني في خطوط التماس للمفارقة مع الكيان المحتل. طبعا هذه التحركات تم رصدها محليا، ليس لدينا حد هذه اللحظة أي خبر مؤكد من مصدر رسمي أو مصدر حكومي أو مصدر إعلامي رسمي لسوريا أو للبنان عن هذا التحرك، ولكن ابتدت الأسئلة تأتي عليه وإحنا بنقول هذا التحرك طبيعي جدا في خضم أي منطقة ملتهبة، يعني أي منطقة حدودية بيحصل بها اشتباكات أو منطقة ممكن يحصل بها اشتباكات بتتحرك دبابات القوات الحكومية في أي بلد، نتحدث بغض النظر عن أي ما يجري الآن، وتتحرك هذه الدبابات لتطويق الحدود. ولكن في خضم ذلك الحديث عن رغبة في اتجاه أو فتح جبهة في جبهات الجولان، إلى حد هذه اللحظة نقول أن الوضع لسه لم يصل إلى هذه الدرجة. يعني في هذه اللحظات في خضم ما يجري لم تصل الأمور إلى لحظة أن دبابات سوريا تبدأ في اقتحام جبهات الجولان، يعني ليس الظرف المناسب الآن أو الساعة المواتية الآن لهذا الأمر. زي ما قلنا في كل فيديوهاتنا، جميع من يعملون الآن في عملية الطوفان العظيم هذا هم شبكة مترابطة، خلية معلومات، قيادة مشتركة من الجميع. التحرك بيتم حسب التغيرات الدراماتيكية على الأرض وفق منهج صحيح وعلمي 100%، ولولا ذلك لم نرى كل ذلك التطور في سير المعارك. يجب أن نفهم ذلك، ولكن إمكانية أن يحدث صدام مباشر على جبهات الجولان هو أمر وارد، لكن ليس في هذه اللحظات أو هذه الساعات. لنكن واقعيين، احنا نتمنى طبعا استعادة كل حقوقنا كل أراضينا ودفعة واحدة، ولكن في ظروف لكل منطقة على حدة تحكمها غرفة العمليات المشتركة، هي من تقرر ذلك في الزمان والمكان الصحيحين، علما أن في هذه الظروف هنالك فرصة مواتية لذلك نظرا لانشغال جبهات الداخل، وأي فتح جبهة الآن في أي مكان طبعا هيساهم ويساعد ويكون التطور نوعي. لكن في أوراق لسه بتتلعب دلوقتي، بتترمي في الميدان، لم يحن وقتها بالنسبة لباقي الجبهات أن يتم إشعالها دفعة واحدة. على كل حال، في خضم ذلك عندنا تطور نوعي وفق ما أعلن من داخل الأراضي المحتلة منذ قليل من الآن، وعلى قناة الجزيرة بشكل مباشر تم الإعلان أن كل عملية استهداف هتتم دلوقتي هيقابلها تصفية لأحد الرهائن الموجودين لدى رجالتنا في داخل الأراضي المحتلة. يعني إيه؟ يعني كل ما صعدوا في التصعيد وسقط مدنيين هيكون في رد عليها من خلال تصفية بعض المعتقلين الموجودين لدى الفصائل. يعني واحدة في واحدة هتبقى، يعني هيبقى أكثر من 1500 أسير. أنا دلوقتي هتكلم عن الرقم اللي ليس مصرح به، ولكن هقول لكم أن في أعداد هائلة، وهيبتدوا واحدة في واحدة خلال المرحلة القادمة، وهذه تقسم ظهرهم الآن خصوصا على مستوى الضغط الداخلي الحاصل وكمية الغضب الموجودة داخل الكيان المحتل من شعبهم ذات نفسه في عدم الرضا والقبول عن سير ما يجري أو هول ما يحدث. طبعا الكلام اللي بيتقال الآن كبير جدا. هنالك بعض الصحافة الدولية، في صحافة دولية مهمة Foreign Policy National Interest، عدد من الصحف العالمية بتتحدث عن رغبة الآن، هنالك رغبة في أن المشهد يتم احتوائه بواسطة منظمات دولية، بواسطة اجتماعات، بواسطة عربية، بواسطة تركية، هكذا يجري الحديث الآن. ولكن وفق مصادر الرسمية والمعلومات التي نمتلكها أن باب المفاوضات حد الآن هو مقفل وموصد بشكل كامل، لا مجال للتفاوض، لا مكان لأي شيء. هنالك مطلب محق ومشروع يتم العمل عليه عسكريا على الأرض، ولن يتراجعوا خطوة في ذلك. هو ذلك المعلومات التي لدينا الآن. ولكن الساعات القادمة كما قلت في الفيديو السابق، الساعات القادمة ستكون كفيلة بإظهار مفاجأة مدوية على مستوى المنطقة. لن نستطيع أن نتحدث أكثر من ذلك، ولكن نستطيع أن نقول أن هذه المفاجأة ستكون مدوية وستكون بمستوى المفاجأة الأولى لحظة توسع الرجالة في المستوطنات. يعني هيكون شيء مقابلها بهذا الحجم وربما أكبر من ذلك خلال الساعات القادمة.
فسير المعارك متطور بالنسبة للإخوة في جنوب لبنان، حصل غارات، حصل استهدافات، ولكن لحد الآن نعيد ونكرر ان فتح جبهة الجولان او الجبهة الجنوبية اللبنانية مرتبط ارتباطا وثيقا في سير العمليات في داخل الاراضي المحتلة، وهنالك شيء مشترك وقيادة مشتركة بين الكل، هنالك تنسيق. لو حصل ان الضغط داخل الميدان بقى خطر جدا وممكن نخسر المكاسب، طبعا هتتفتح جبهة واثنين وهتبدأ المناوشات وهتبدأ الامور بالتصاعد بشكل سريع جدا. هذه هي القاعدة، اسمعوها، افهموها، ركزوا عليها. هذه القاعدة ثابتة حتى الآن، يؤكد كلامنا سير المعارك الآن وطريقة التكنيك اللي بيشتغلوا عليه واضح جدا لأي محلل سياسي أو محلل استراتيجي يقدر يقرأ هذه المعلومة بشكل صريح وشكل مباشر، أن هذا شيء مرتبط بمدى سير وفعاليات المعارك في الداخل. ننتظر الساعات القادمة وننتظر المفاجآت القادمة بكل صبر، وننتظر ما ممكن أن تؤول إليه المآلات. هذه الليلة عصيبة جدا، قد تتطور الأحداث في ساعات ما بعد منتصف الليل، قد يحدث شيء خارج الصندوق ما بعد منتصف الليل، الله أعلم. لكن المعركة الحقيقية الآن قد بدأت. يعني كل الأشواط الأولى كانت المعركة البدائية، ولكن المعركة الحقيقية الآن قد بدأت، وأستطيع أن أقول لكم ذلك بكل صراحة. إني الساعات القادمة هتحمل الكثير من المفاجآت، الكثير من الفيديوهات اللي ممكن نشوفها وما نصدقش اللي بيجرى. ولكن بحد الآن عندنا هذه التطورات النوعية التي كما قلت لحضراتكم ان هذه الأيام سأكون معكم أول في أول لنقل إليكم آخر المستجدات من مصادرها كما عودتكم. أخبارنا حقيقية 100% من مصادرها، لا نأتي إليكم بأي كلام خارج الحدود أو خارج منطق العقل. يعني نتكلم إحنا دائما في واقعية، ما يحدث على الأرض وما نمتلك من معلومات وتحليلات نضعها بين أيديكم، بالإضافة للجهد الإعلامي الكبير التي تقوم به بعض المحطات العربية مشكورة في ذلك، ولكن أيضا المساهمة في هذا الأمر يأتي على وسائل التواصل الاجتماعي لنقول رأينا بكل صراحة يعني، ومعلوماتنا بكل صراحة، وننقلها إلى الرأي العام بهذا الإطار. يعني إحنا بنشتغل في التحليل الاستراتيجي السياسي ونرى كيف تسير هذه المعارك، خصوصا أننا كنا من السباقين في توقع هذه الأحداث التي نشهدها الآن، والتي كان البعض يسخر منها. يعني منذ أكثر من 6 أشهر من الآن كان بعض الناس يقول: يا أخي علي أنت بتقول إيه؟ يعني توسع، يعني أنت بتتكلم في حاجة لا يمكن الحصول عليها. ولكن الآن ما نراه على الشاشات بقى حقيقة. يعني لسه كل اللي اتكلمنا عليه هيبقى إن شاء الله مفاجئ في الأيام القادمة. وأنا أقول لكم وعدتها مليون ألف مرة أن منطق تغير الجغرافيا في العالم وليس في منطقتنا هو مفهوم يأتي مع تبدل النظام العالمي الحالي بشكله الجديد. فهذه التغير احنا بنتأثر ونؤثر في هذا العالم، ولا بد أن نتغير وتتغير المنطقة، وأن يكون هنالك شيء إن شاء الله لصالح هذه الأمة. لم يتبقى لي أيها السادة الكرام إلا أني أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.